السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا عدس اصفر ومعايا رز. ايه ده؟ هنعمل بيهم ايه؟ هنعمل بيهم رز بالعدس الاصفر، الكشري الاصفر، الكشري الاسكندراني. تعالوا نشوف مع بعض هنعمله ازاي، واكلة حلوة جدا واكلة شعبية واكلة جميلة ومشبعة ومفيدة على فكرة. فتعالوا نشوف كده هنعمل مع بعض ايه. معايا كده حلة جبتها كده وحطيت فيها شوية من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي، ويستحسن تكون سمنة بلدي كده حلوة. ومش متوفر طبعا عادي، يعني ممكن نحط سمنة عادية، انا بهزر معاكم. وجبت بصلاية كده، هنخرط البصل كده تخريط العادي اللي هو اللي احنا عارفينه. تمام. ونقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولايك وشير وسبسكرايب للقناة. وحشتوني بجد. طبعا انتوا اخدتوا عليا ان انا بتأخر عليكم، فايه، ما تقلقوش وخليكم مستمرين معايا علشان القناة تكبر بجد، لان انا بجد محتاجة ان القناة تكبر. يعني يوم الهنا كده يوم اشوف كده عدد مشتركين حلوين كده. خلص البصلايه للاخر كده، ما تسيبش منها تنتوفه كده، عشان البصل ايه، رخيص. خلطت البصلتين كده مع بعض وهنشيل منهم شويه، هنشوفهم كده مع بعض في الاخر. كوبايتين العدس بياخدوا كوبايتين رز، يعني انا حاطه الكميه قد بعض، فاهمين؟ اول ما البصل بتاعي يحمر هشيل شويه على الجنب، علشان خاطر ان انا ايه احطهم على وش كده زي التقليه يعني. كنت هنا ذكيه جدا، مش هجيب مقصوصه، لا جايبه معلقه. معلش الدماغ لما بتقف يا جماعه والله. الدماغ لما بتقف بتكون ايه. بس هنزل بقى بالعدس مجرد ما خلاص كده التحميل اللي انا عايزاه. العدس طبعا غسلاه ومصفياه، بس هو ما كانش راضي ينزل بالطبق بقى علشان كان ايه قاعد دافيه، فاهمين؟ المفروض ممكن برضو ان انا احطهم اغسلهم مع بعض، يعني الرز والعدس، بس انا عملت كده كل واحد لوحده. مجرد بس ما اديته تقليبه واحده كده، رحت نازله بالرز علشان يستووا الاتنين مع بعض. مفيش حاجه تستوي قبل حاجه، ولا ان علشان حاجه لو استوت قبل حاجه هيعجن معايا، فانا عايزه السوا يكون مظبوط. فان انا انزلهم مع بعض دي حاجه كويسه. بس هشوحه تشويح عادي جدا زي ما بنشوح الرز عادي جدا، وهنشربه برضو التشريب بتاع الرز بتاعنا عادي. طبعا بيتاكل جنبه البيض المسلوق، وبيتاكل جنبه الصلصة العادية اللي بالثوم بالطشة، يعني زي بتاعة الكشري بتاعتنا. وحاجة يعني لا ناكل جنبه ده لا ناكل جنبه ده، يعني الاختيار يعني موجود. فأنا جربت بده وجربت بده، بس يعني حبيت الاتنين، مش حبيت حاجة اكتر من حاجة، يعني الاتنين عاديين يعني. فانا كنت حابة ان انا اجرب الاكلة دي، يعني عشان اشوف ايه هو الكشري الاسكندراني يا جماعة. بس يعني حسيته بجد يعني عادي حلو، مش وحش. حطيت بقى الكشري ملح وكمون، وسقيته كده بالمية بتاعتي السخنة طبعا. هو ممكن يتاكل لوحده كمان على فكرة، أكلة حلوة على فكرة. يعني ممكن أكله لوحده، ممكن أكله بالصلصة، وممكن أكله بالبيض. ويتعمل جنبه إيه، هو يتاكل لوحده كده، أو يتاكل حاجة مخللة بس كده يعني.
فلو في اي اضافة كده من الناس الحبايبنا الاسكندرانية بقى كده الوصفة يعني يقولولي، لو في اي تركاية حركاية حاجة غلط عملتها عادي، انا بقبل الكلام واي حاجة، فلو في حاجة قولولي. هجيب بقى حلة معايا على النار علشان خاطر نعمل نحمر التومة كده للطماطم، شوية من الزيت، وهنحط ايه التوم. والحمد لله ان انا كنت هنا لسه مطلعة التوم، بس يعني النور كان قاطع فالتوم فك شوية، فالحمد لله ان هو ايه فاكك. شفت وصل بينا الحال ان احنا نقول الحمد لله ان النور كان قاطع. يا لهوي يا ناس. على فكرة ما بتاخدش وقت حتى، يعني النور كان قاطع، يعني احنا كان بيجي على 5:30 كده 6 كمان المغرب. فبعد ما النور جه انا بدأت وقفت فيها وعملتها، فما بتاخدش وقت خالص. هي كل حاجة كده حلة واحدة يعني. بس هنزل كده بقى بالطماطم وهسيبها بقى تتسبك مع نفسها. اول ما تتسبك هروح كده اكون سلقت البيض. اول ما الايدام نشوفه كده طالع على الوش يبقى كده الحاجه بتاعتي اتسبكت. هجيب طاسه وهنحط شويه من الزيت، وهي البيض اتسلق طبعا، فهندحرج البيض. عايزه اسيبيه كده مفيش مشكله، بس هدحرجه، انا هدحرجه. متنسوش بقى تحطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واكتبوا لي كومنت كده يفرحني ويسعدني، علشان انا بستنى كومنتكم، فاهمين؟ لما بقول جربوا الوصفة دي، او لو في اي كومنت وعايزين تقولوه قولوه، انا ببقى مستنية الحاجة دي. يعني انا ببقى عايزة اعرف رأيكم، انتوا جربتوا الحاجة دي ولا لأ؟ وطلعت معاكم ايه كده يعني، فاهمين؟ تقريبا النهاردة مصطلح فاهمين 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 يا ولاد. اهو كده انا بدحرج البيت. الله. والنبي البيت ده اللي محتاج واحدة، يا سلام يا سلام. اه والله. الرز بقى خلص والحمد لله، كان طعمه خطير. لو عايز يتاكل كده هيتاكل مفلفل وحلو ومش معجن، الحمد لله. فهنغرف بقى اطباقنا، ولو انتم موجودين والله يا ريت اقول لكم اتفضلوا معايا والله. الاكله دي من الاكلات يعني حبيتها. واحسن، انا بحب الاكلات اللي كده احسن من اللحوم والفراخ والحاجات اللي زي دي. ادوني بس حاجات زي كده، ادوني بتنجان، ادوني مرش، ادوني رنجة، فسيخ، الحاجات دي يا جماعة والله بحب الحوادق جدا. بس نغرف بقى اطباقنا. وكان عندنا كمان متنجان مخلل فحطيته جنب الأكلة، فكان تاخدي معلقة من هنا مع قطمة من هنا، فكان جبار. وكمان عملت لكم طبق كده للتكات والحركات والديكور يعني. فكرة يعني ان انتوا تقدموا، بديكوا فكرة كده للتقديم. فيا رب يبقى عند حسن ظنكم يا رب. وكمان شايفين الطبق الصغير اللي باين ده، هو ده المتنجان. وكمان هنغرف الصلصة بتاعتنا وناخد كده. يا سيدي كان طعمه خرافة. متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وكومنت منكم بيفرحني وبيسعدني، وهستنى كومنتاتكم. كومنت كومنتاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.